هو أكيد أصغر شيف محترف ابتدى في الفاين دايننج في مصر والوطن العربي. ما بيطبخش لأي حد إلا بعد ما يتعرف عليه كويس، وده لأنه كل اللي طبق بيصممه مخصوص للمناسبة وللناس الحاضرين. شيف كريم عبد الرحمن المعروف بأفاك كريم خطط لمستقبله بطريقة مختلفة خالص عن جيله، وجانا نتيجة تعبه، وده لسه أول الطريق. رغم إننا تقابلنا كتير وسافرنا، بس كل مرة بنبهر بخبرة كريم ونضجه. اسمعوا المقابلة دي وأكيد انتوا كمان هيلهمكم. ازيك يا كريم؟ ازيك يا ياسمين؟ مشرفني. يا لهوي، ده بشرفك ونورك. ثانك يو فور. انا مبسوطه قوي ان انت معانا النهارده عشان انت مثال لشاب في مجال الطعام مش هقول ريستورانتس عشان انت عامل كونسبت مختلف عن الريستورانتس، البرايفت دايننج، ان هوم دايننج. هنتكلم عليه اكتر، بس الاول عايزه اعرف قصتك، عشان انت من اول الناس اللي دخلت في مجال الطعام من سن صغير جدا. وكنت عارف انت عايز تعمل ايه. وانت كنت حاضره الموضوع ده؟ يعني حضرته بعدها بكام سنه. حضرت شويه. لا بس احكي لي، انت عندك 14 سنه وقررت انك عايز تدخل في مجال الاكل. والله هو كان قرار يعني جه اوت اوف نو وير. يعني دايما في اجابه نموذجيه ده بتاعت كل شيف. جدتي كانت بتطبخ مش عارف كذا، وكنت بروح لا ينطبق عليا اطلاقا خالص. ما عنديش الاجابه بالعكس، ده السؤال ده دايما يعني لما حد بيسالوني دايما اي باوز كده فور سكند يعني. حتى مثلا ما عنديش حد في عيلتي كان في الاندستري ده خالص، ما اطلاقا يعني. والدي دكتور، ماش اي علاقه. بس هي في سن صغير سبحان الله يعني، الحمد لله في كده مش حب تجاه الطبخ ابتدى. ابتدى باي واتشنج كده شوز في الاول، بوكس يعني. بس برضو ملوش، ما اعرفش ابتدى منين. ما عنديش ستوري. I don't have an interesting story to say. هي سبحان الله. بس دايما الحمد لله بقول هي نعمه من اكبر النعم يعني في حياتي، الحمد لله. واحنا في نعم كبيره يعني. بس ان الواحد يلاقي او مش يلاقي، يجي له الحاجه اللي بيحبها في سن صغير، فطبعا خلتني فيري فوكست وعارف افيد الباشن ده ودرايف ات. فالحمد لله يعني. كان دايما بقول دي من نعمه كبيره قوي 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 قوي، ان على سن صغير خلاص انا عارف انا عايز طول حياتي ابقى اعمل ايه يعني. بس فهي ابتدت كده يعني. ابتدت انا قابلتك وانت عندك 19 سنه عند يحيى العلايلي. 18 19 سنه. كنت لسه قبل ما اسافر فرنسا. كنت في المدرسه. ايوه. بس كان عندك البلان، كان عندك البلان بتاع فرنسا يعني. كنت عارف اني عايز اروح كورنيل سكول يعني. الحمد لله يعني. عارف هي اتس كامينج يعني. كان ساعتها طبعا ما كانتش يعني. دلوقتي الحمد لله بقى في ناس كتيره بتروح تعمل، بس كان ساعتها ات واز ويرد يعني. ما كانتش طبيعي. انا كنت شايفها اتس فيري ويرد. كنت قلت لك ساعتها يعني مش داخل الجامعه يعني. لا ما ده كان بيجي لي كل يوم دي طبعا. يعني الحمد لله طبعا لازم اقول يعني طبعا I had very supportive parents يعني. دي في سن صغير ما تحصلش من غير يعني مسانده منهم يعني. فالحمد لله. especially باباك دكتور. لا بعيد خالص. او المفروض الابن بقى ياخد مكانه لا ولا بالعكس. كده اللي مش رايح جامعه من كتر ما شاف حبي للحاجه ووصل لمرحله قال لي انت لو دخلت ما اعرفكش you're going to cook يعني. فالحمد لله. فرحت على طول يعني. رحت على طول الحمد لله. كانت سنه واحده. احكي لنا على فرنسا. لا كانت سنتين وشويه، سنتين ونص. اوكي. في الاول رحت في سويسرا، وبعديها رحت فرنسا. هي والله يعني الواحد يعني بفكر دلوقتي. طبعا هي الموضوع كان بره ايده خالص يعني. سبحان الله. هي كانت ترتيبات يعني. هي في الاول رحت سويسرا تو culinary school هناك. بس I didn't enjoy it قوي. it was more hospitality than culinary. I was very focused يعني. انا بحب practical hours بقى يعني. تنزل تشمر. اشمر ويعني انا جاهز يعني. I'm ready. فمن هناك يعني رحت الحمد لله يعني. عرفت اروح ساعتها اللي هو يعني انا عنده كاسك عنده المدرسه في باريس. ساعتها لسه صغيره قوي يعني. دلوقتي طبعا الحمد لله كمان امباسز ليهم هنا يعني. كانت ساعتها لسه حتى اسمها سنتر دي فورماسيون عنده كاسك تريننج سنتر يعني. 4-5 مطابخ كده. كنت كام واحد ساعتها؟ كنا 6 في الجروب، والمدرسه كلها 30 واحد في السنه يعني حاجه كده. It was very super focused وسوبر بيرسونال. I'm still in touch مع كل الشيفs ويعني I'm very practical يعني. كانت يعني 90% practical. طبعا في ثيري ومهم وكل حاجه، بس كان زلط لان في الاخر اتس كرافت برضه يعني. كوكينج بتبتدي في الاول كده، بعديها طبعا بتيفولف لحاجات كتيره. وهو عالم يعني. هو عالم بس اساسه في صنعه. فالصنعه لازم تتعلمها بايدك. الصنعه يعني. ايه بتتعلم ايه بالظبط؟ انا عندي تقطيع،
طبعا انا كل حاجه بتعلم بقى طبعا يعني بتعلم كده وبتعلم وبتشوف طبعا وهقول بصراحه الحمد لله يا رب. يعني مش بس فكره كولونيال سكول، بس كان ساعتها وجودي في بلد زي فرنسا، يعني نتفق او نختلف في حاجات كتيره، بس كان في الاكل بيفضلوا يعني سبيشال او اتس ان ذير كلتشر او اتس ان اور كلتشر برضه. بس هم كان يعني هم خدوها مور اوف ذا يعني جاسترونوميك سايد او ساينتفك سايد وكده، فده كان فيري انترستنج بالنسبه لي. طبعا كل الماركتس اللي هناك وكل البيكريز كان العالم ده كمان فيري انسبايرنج ات يونج ايج، واتعلمت منه كتير maybe just as much if not more than اللي بتعلمه في المدرسه او في الشغل او اكسترا. فكان it was very interesting يعني to get exposed يعني الحمد لله to get exposed at a young age على ده كله. ساعد قوي وبعدين بتشتغل في ريستورانت بتوع الاند كاس؟ لا كان حد تاني او ريستورانت كان يعني اسمه شيف اسمه جون لوي نوميغوس، هو جميل يعني we're still in really good touch يعني. هو من مارسيل اساسا، فالكوزين بتاعه ساوث اوف فرانس شويه، فاتس مور قرب لنا يعني ميديترينيان شويه. وكان هو عنده 1 ميشن ستار في باريس، عنده دلوقتي another restaurant 2 ستار بس ساعتها. وهو كان مثال برضو الشيف اللي صاحب البيزنس اللي بيعمل كل حاجه، فكانت برضو سبحان الله انا ربنا حطها في طريقي، فتعلمت منها شويه برضو البيزنس سايد. مش يعني حتى من غير ما اغوص في البيزنس سايد بصراحه، بس seeing how يعني he's operating حاجه زي كده at this level it was very interesting to see. وبعدها كنت حاطط كده يعني قلت ايه مش هسيب باريس غير ما اجرب 3 ستارز يعني. فالحمد لله يعني ساعتها ربنا وفقني في جي سافوا، it was a 3 star now it's a 2 star. بس يعني بعيد عن ستارز في الاخر كلها مش ده التوبيك يعني، مش بس it's a certain standard. بالنسبه لك انك تروح 3 ستار؟ I was young and curious. I'm very curious and curiosity من الحاجات اللي بحبها قوي يعني. واي ثينك من الحاجات اللي ساعدتني قوي في المهنه دي، ومن الحاجات دلوقتي مثلا يعني مثلا وانا عارف someone in my team وكده دايما بدور على الكيوريوس، لان الكيوريوس ده اللي بيتفكر دايما يعني دايما حياه اكسايتنج، دايما عايز يجرب مثلا فليفرز جديده، مش خايف يجرب حاجه يعني. عايز يتعلم. فبحس one of the good values يعني هي عايز يتعلم، عايز يسال كتير يعني to a limit يعني. بس curiosity is cool. فانا was curious يعني how does the 3 Michelin star restaurant بقالي 5 سنين بقى مهووس بالحاجات دي. how does it work ايه اللي بيحصل behind the scenes. يعني طبعا اتعلمت بقى ساعتها اشتغل 18 ساعه في اليوم لا طبعا بس تحفه الحمد لله يعني فيزيكلي طبعا مش سهله، تحتاج a lot of drive a lot of passion ان انت تعرف تعمل كده، انك 7 الصبح في المطبخ وتروح وعلى بيتك الساعه 2 بالليل كل يوم. محتاجه تبقى عندك certain يعني I've seen so many people they would give up يعني. ابتديت بتعمل ايه في المطبخ؟ ابتديت at what level؟ لا بتبتديات طبعا لا في ليفلز، هو بريجيد يعني بريجيد زي لا بتبتدي طبعا يعني هو المطبخ متقسم بريجيدز يعني. بتبتدي بترين، بعد كده تبقى كومي، بعد كده تشوف الستيشنز، وطبعا بتبتدي طبعا في الخضار وفي الحاجات وفي الريسيفنج. بس كل ده مهم، انت عمرك يعني مش يعني لو يعني مستحيل توصل هنا لو ما عدتش على كل الستبس دي. فهي سبحان الله هي مترتبه يعني. فبالعكس I enjoyed كل الستبس دي، لان هي زي ما بيقولوا يعني لو ما كنتش صبي في مهنه ما كنتش فيها معلم. فلازم تبقى شايف كل حاجه من اول الواشنج ديشز لحد استلام البرودكت لحد البريبريشن بتاعه لحد بقى طبعا الفاينل كوكينج والبليتنج. فلا يعني كان مهم الواحد يشوف البروسيس كله. طبعا لا it was يعني as much as الواحد كان بيعمل افر كبيره او يشتغل ساعات كتيره، بس انا كنت بشوف دايما انا بحب اشوف النص الكوبايه المليان زي ما بيقولوا. ممكن بتعلم دبل او تريبل في واحد تعلمه في اليوم، فيلا يعني في الاخر يعني الحمد لله. خلاص. كان عندك كام سنه؟ 20 سنه؟ لا اقل. لا كان 2019 سنه. يعني يعتبر 20 سنه يعتبر. طبعا كلهم شفات فرنساويه في الثلاثينات وشاب مصري فجاه. بفتكر لما كنا في المتحف وطلبوا منا بطايق كل الناس هتبقى انفولد في الحفله، وجالي بطاقه كريم فعرفت سني. عرفت سنك. هو وليد 99 الحمد لله. وقلت يا نهار ابيض. كانت سنه ايه؟ 2022 صح؟
كان يا اخر لهوي، من 2022 سنتين. من سنتين. واو. وانا قلت ايه ده عنده 23 سنه and he's catering this event. الحمد لله الحمد لله and you had a huge team already يعني الحمد كان لله. بقالك شويه established already الحمد لله الحمد لله. يعني بسرعه قوي. يعني هقول ايه، رجعت بإيدي مصر والله. ايه 21 سنه؟ اه وايه اللي خلاك تبتدي بأباك كريم مش بريستورانت مش بالباث اللي معروف؟ والله هي يعني هي يعني هرجع اقول ان هي ما كانتش فعلا مش بايدي، هي سبحان الله، يا ربنا رتبها بطريقه يعني زي ما بنقول بلا حول لنا ولا قوه. يعني هي ترتبها بطريقه تبروجرس الموضوع بطريقه جميل قوي يعني. طبعا لما رجعت من فرنسا يعني طبعا الواحد بعد ما بيرجع من اكسبيرينس زي كده عنده باشن كتير، عايز يعمل، عنده درايف كتير، بس لسه يونج. بس كنت راجع من غير بلان؟ لا راجع البلان اللي هو يعني staying true للفاليوز. انا مش عايز اكمبرومايز، عايز افضل يعني في يعني ده الحاجه الوحيده اللي ثابته، غير كده كله ممكن يكون متغير. بس كان من اكبر الحاجه الواحد اتعلمها بصراحه قد ايه الانجريدينت هو يعني ماستر. هو 90% هو بيعمل كل حاجه، احنا دورنا نريسبكت، هو بيتكلم، هو الطبيعه، هو ربنا يعني عامل كل حاجه في المنطقه. احنا كشفس بجد يعني بقول احنا كل اللي بتشوفوه ده 10%. فكان فوكس كبير قوي ساعتها ان موضوع الانجريدينتس. هو في الاخر لو مش عارف تسورس انجريدينتس حلوه هتعمل ايه يعني في الاخر؟ مش طبعا دي اكبر مش ماجيشنز، مش هاخد انجريدينت وحشه هتبقى حلو. هي دي اكبر تشالنج لغايه دلوقتي عندك؟ والله يعني we've gone such a long way الحمد لله. الحمد لله such a long way. لان من day one كان ده الفوكس دايما how to source الانجليزي. فكنا بنسافر كتير جوه مصر، يعني اتعرف على الصيادين في السويس، اروح سكاترين، اروح يعني لان هو مصر عندها كمان انجريدينتس خطيره and you know that يعني. بس هي مش بمكالمه تليفون ولا في السوبر ماركت اللي جنبك ولا لا، هي اللي يلاقيها، اللي يسعى هتجيله يعني. فالحمد لله ان احنا واللي يقدرها لان كتير مش متقدره، اللي يقدرها فعلا. فهي موجوده يعني، موجوده للي عايز، اللي مش عايز هيلاقي كل حاجه وحشه. فلما بتكون عايز سبحان الله بتيجي لحد عندك والله. وانت كنت عايز أباك كريم من الاول مش شي كريم؟ لا ده قصه ثانيه، دي قصه ثانيه. هحكي لك قصه يعني very unfiltered خالص. قولي. طبعا واحد لما كان بيدرس في فرنسا بتشوف طبعا اسامي الشيفs هناك بقى، مش عارف جون بيير، مش اسامي اصلا كلها يعني براندز مع نفسها، مش محتاج يعمل اي حاجه. انا طبعا كامل احترامي للاسم وكل حاجه، اسمي كريم احمد مصطفى حسن عبد الرحمن، ما فيهاش، ما تجيش من اي حته. اسم اي حد عادي في الشارع. فسبحان الله، فهي ساعتها يعني الواحد طب ايه شيء كان يعني فهي جت أباك دي وهي كانت بصراحه كيم فيري ناتشرال. ان هي كنت ساعتها بشير بس على الانستجرام ماي جيرني، يعني ات واز فيري ناتشرال يومي عامل ازاي بتاع. فهي أباك مع كريم يلا، وحتى الان مع كريم يلا. يعني مكان كريم في الحياه هو ده اللي بتشوفوه يعني. هو أباك كريم هي فعلا اتس ا فيري دايناميك براند يعني. هي من يوم ما اتولدت لحد النهارده زي ما كريم بيتغير هي رايحه. فهي سبحان الله، فهي التوفيق جه في الاسم على يعني كده. فهي يعني 2023 حاجه، من 24 انا حد تاني، فهي حاجه تانيه. فهي كله هي اتس دايناميك. برايفت دايننج مش ريستورانت. وليه ما نروحش نشتغل في 5 ستار جميل اوتيل؟ جميل عنده طبعا، عنده كل حاجه، عنده والمعدات اللي بتقول بابا وماما وكل حاجه وكل حاجه طبعا. يعني هي جت، ده الروت اللي يوجولي بيتاخد بعد ده الروت اللي يوجولي بيتاخد طبعا. لا وبرده مصر هي ماركت تاني، هي لازم تعرف لو عملت ايه في اي ماركت لازم تروح اي يعني مصر بستيجي تاني طبعا. لا مصر بالذات بس بالعكس اي سي حلاوه كتير قوي في ده يعني عدم الصعوبه وعدم سهوله الحاجه ليها بتحصل في النص ايه، جيرنيز، ستوريز، بتتعرف على الناس. فالتشالنجز دي كلها بجد طلعت ما هو عليه النهارده. فبالعكس يعني looking back and looking forward احب قوي يعني I see such beauty in challenges. فانك تفايند طبعا في مصر اي حد بيجي بيشتكي ما فيش ترين ستاف، ما فيش انجريدينتس، ما فيش ايكويب، ما فيش لو انت عايزها مش مفيش. بس يعني لو فعلا عايز تعمل حاجه حلوه والله الحاجه تجيلك لحد عندك. يعني you were mentioning التيم، والله ما سبحان الله هو ربنا بيجمع.
جم لحد التيم بتاعك خطير، كله يانج، الحمد لله الحمد لله. كله باشنت بطريقه هم رهيبه، كل حاجه والله، انا مش اي حاجه بيشتغلوا والله، جامد هم جدا، كل حاجه. يعني الحمد لله creative جدا. يعني ربنا يجعلنا سبب دايما يبقى عندنا، يعني دايما الحمد لله الواحد يعني في بلاتفورم ان هو يبقى يعني بلاتفورم كبير للناس فعلا تفولفل their passion. فده بالنسبه لي يعني what gives pleasure في الشغل. يعني ما عنديش اهداف تانية. فهي اما فعلا يبقى في بلاتفورم يجمع الناس كده من كل الاندستري، مش بس شيفs بس ارتست وكرييتيفز وكل حاجات، يعني لان هو اكتر من اي حد الدايننج تيبل دي قويه قد ايه يعني، وكميه الحاجات اللي ممكن تعمل حواليها. لا انت كمان بتجيب other teams، مش شرط الشيفs، مش بس شيفs تانية بتشتغل معاك، كمان بتجيب حد بيعمل درينكس، حد أكيد. بيعمل هو بلاتفورم يعني. فانت دايما كل ايفنت معاك كولابوريتورز تانيين من بره اباك كريم، هو اللي بيشير السيم فاليوز اهلا وسهلا. يعني انت يعني هم فعلا كل شيء معاهم فعلا عندهم يعني هي احنا الحمد لله يعني هو في سيت اوف فاليوز يعني وقيم بنمشي بيها، هي دي حياتنا كلها. فاي حد بيطبق ده في اي حاجه بقى، اللي بيطبقه في القهوه، اللي بيطبقه في بافيج، وبيطبقه في فلورال ديزاينز، اللي بيطبقه في كل ده اهلا وسهلا. يعني اللي بيحط احسان في عمله وبيحب حاجته وبيراعي ربنا في الحاجه، then we doing the same thing. بس انت جالك كده، انا جالي الاكل. فهو يعني بس طبعا حلاوه الدايننج تيبل وحلاوه الاكل ان هو بيجمع، يعني it's connecting right. تبقى انت كونكتد في النص. فالحمد لله يا رب يعني جيفز يعني يا رب تبقى دايما، يعني بقول لي بقى دايما سبب لكده ولرزق الناس. ده فعلا والله ده النيه والله، ما فيش اي حاجه تانية يعني. ما بنعملش شغل ده لحاجه تانية. عشان كده تبقى موجود في الايفنتس بتاعتك عشان تشوف الانستنت فيدباك. اكيد. وتشوف شغل كل الناس، بحب اشوف شغله ده واسابورت للناس. وطبعا الاول واحد الحمد لله كان لازم ابقى فيري هاندز اون، بس with time يعني الحمد لله يعني التيم بقى بيعمل كل حاجه ما شاء الله، واحسن مني كمان يعني. وانا سي والله يعني، ودي حاجه تبسطني جدا وازداد فيها فخرا. وحتى لو it happened only يعني الحمد لله ما حصلتش خالص، او حاجات قليله قوي. حتى لو حد مثلا بيجرو بيروح حته ثانيه بتاع، بتبسط جدا يعني. دي يعني دايما ما بالعكس، هي الحياه كلها الحياه كلها ترانزميشن يعني. قصدي الحاجه المعلومه اللي عندك دي لما بتقعد عندك بتبوظ يعني. هي معموله انها تعدي طبعا. هو رزق هو يعني فلازم تنفقه اكشلي يعني. هم رزقناهم ينفقون. فعندك علم، عندك حاجه يعني، وزع تكتر عندك، تكتر عنده ويجي لك تاني. اكيد انت عارفه ده، او بالذات اللي بيشتغلوا في المطابخ في مصر دايما المشكله الازليه اللي هو الناس دايما بتمسك في الحاجه وبتدي الريسبي الا ربع، وبتدي دايما فاكره ان هي بايديها، وفاكره خالص يعني الدنيا اسهل من كده بكتير قوي يعني. فبالعكس، فده اللي بيخلي الحمد لله. والله التيم ده يعني هو رزق برضه، التيم اللي جه فجاه. سبحان الله يعني. دي حاجه حصلت امبارح والله. كنت بكلم مع امي على الموضوع، فقالت لي في دعاء يعني كنت بقوله لك من سنين، ما اعرفش ايه هو. هو لانه ربنا دايما يجمع حواليك الناس الطيبه. قلت لها يا امي يعني قد استجاب الله لدعوتك دي يعني. الحمد لله حواليا ناس اكبر نعمه والله. بصحى الصبح حواليا ناس وناس I can trust. يعني اطلب ايه اكتر من كده يعني. فالحمد لله يعني. فدي دايما، ودي حاجه برايفت دايننج اللي انت اخترته هو خالص. جالي مكالمه بعد ما رجعت، يعني حد بيشوف كده الانستجرام بتاع، قال لي would you be able to do حاجه زي كده دينر؟ قلت له في البيت. قلت له والله مش بعملها، ما جاتش في بالي. وكان عايز حاجه شورت نوتس قوي بعدها بيومين ثلاثه، مش عارف كانت مراته مش عارف تخرج من ايه، عايز اعملها. قلت له والله ام سوري، وكمان شورت نوتس وانا ما عملتهاش قبل كده يعني مش حاجه في بالي. بعدين قال لي خلاص خليني اشوف كده واكلمك تاني. كلمني بعدها مثلا باسبوع، قال لي طب عندي حاجه تانية بعدها باسبوع. فاحرجني، فاتحطيت في الموقف. سبحان الله التدبير بره ايدي خالص يعني. سبحان الله. وده حد هتعرفه اصلا؟ يعرفك؟ لا خالص ولا اي حاجه. حد يريتش اوت من دي امز. هيز ا جريت جاي يعني. دايما يعني بفتكره بالخير ان هو يعني اول واحد طلب كده. and then it kicked off and then عملنا الدينر ده. I realized واو انا ممكن ابريب من البيت. انا كنت ساعتها الحمد لله الواحد عارف يلاقي ingredients حلو، فهو ده الاساس. استخدم مطابخ الناس، سفراتهم، اطباقهم. you do your food. It's very personal. It's very personal and
and it's a very interesting model you can start على مم. طول. اصل هتعمل مطعم يعني وانت مش ريدي لكل ده، ولا عندك infrastructure ولا عندك experience حتى لكده. مم. انا لحد النهارده يعني it takes مم. time. طبعا. فسبحان الله هي جت كده. ف this dinner was actually يعني كان ديسمبر 2019 قبل الكوفيد على طول. وبعده كومبليت بقى word of mouth، فهو كان 10 في الترابيزه، فطبعا كان حاجه جديده فكره. وانا كنت راجع وده اللي عايز اعمله تيستنج يعني مش جايه كومبرومايز، جايين نعمل حاجه هنعمل حاجه مظبوطه. فالحمد لله كان فيها توفيق كبير. فالناس هي كلموا. كانت موجوده بس ما كانتش موجوده كفاين دايننج. لا خالص، انت ومش موجوده بره حتى. ده اللي كنت عايزه لا مش موجوده ان انت يعني حاجه ما كانش موجوده اصلا بره. لا والله مش، هو فعلا مش بقول كده، بس فعلا that level of a tasting menu gastronomic level والتفاصيل والdifferent plates والسيرفيس ده يعني الناس تعرفها في اوني ان يعني restaurants you book 3 or 6 months in advance. الحمد لله وصلنا برضه في الدينرز كان you have to book برضه كده بس في الاخر في بيتك and it made it so much more intimate in person. في الاخر ريستورانت مش السيتنج بتاعك في حواليك بس. اما ان في حاجه انا still do till now مع مهما كبر التيم مهما كبر البتاع I do لازم اعمل السايت فيزيتس واقابل اللي هطبخ لهم قبل ما اطبخ قبل ما اعمل الدينر. ما اعرفش اطبخ لحد ما اعرفوش يعني لازم. وانا until now بالاربع سنين فاتوا ما عندي منيو واحد ثابت. we've never كده كشركه قلنا هو ده المنيو بتاعنا never ولا مره. دايما بيبقى كاستمايز، دايما انسبايرد، دايما انسبايرد بحاجات كتيره طبعا بالطبيعه وباللي موجود بس انسبايرد بالبني ادم. يعني وما تخش بيته there's nothing more intimate than كده. وانا البيت طبعا بيقول كتير قوي، يعني بتشوف البيت بتشوف حتى المطبخ الثلاجه فبتعرف يعني in a good way يعني مش انا سنيك خالص بالعكس. in a way انا عايز ابسطه يعني انا جاي عايز ابسطهم يعني. هم جايبيني دايما دايما حاجه بابا بيهزر فيها. بابا دكتور بيقول لي كريم انا الناس بتجيلي في اوحش اوقاتهم غصب عنهم ولازم يكشفوا بتاع، انت الناس بتجيلك في اسعد اوقاتهم يعني ده بيحتفلوا بحاجه بتاع فطبعا فانت عايز تعمل حاجه ميموربل يعني. هو it's all doing private dinners it was never الايديا ان حد يعملها على طول. انا عايزك تجيبني مره في السنه. it's for the most memorable event اللي عندك. هو السبب ان الناس فعشان توصل فعشان توصل الليفل ده لازم تخش في you have to be intimate مع الناس. you have to have deep talks معاهم، تروح لهم البيت تفهم ايه البتاع، تفهم مين اللي هيتعزموا. فمن دي برجع بقى للدروينج بورد انا كريتيف بلس بقى انسباير طبعا بالطبيعه مديانا ايه الرزق ايه اللي طلع من البحر النهارده ايه what's in season what am I يعني اتس هو افكر معاك الكومبو ده هو اللي بيعمل المنيو في الاخر. فهو بيطلع من القلب والله، فبيوصل للقلب، والحاجه اللي بتطلع من القلب بتوصل للقلب. فما فيش ما متابعش ريسبي مقفوله او خالص. احنا يعني ال what we feel يعني مش what we feel الكوك. وفي اجتهاد في كل ايفنت اكيد. لا اكيد لا الموديل صعب جدا. ايوه موديل صعب جدا ما ده اللي بقول. مفيش حاجه كوبي. انت بتقعد كل ايفنت ترتب له تعمل منيو من الاول وبتجيب له انجريدينتس من الاول وبتبريب وترين وتجرب وتعمل وممكن تغير السيت اب عشان لا مش سهله كتير. ايوه اتعلمنا كتير قوي الحمد لله. انت sound so easy عشان انت you're so passionate about لا it's a lot of work. لا ربنا مسهلها الحمد لله يعني. وزي ما قلتي هو التيم كمان الحلو. فمع الوقت الواحد يعني جاله التيم لحد عنده والله من غير ما يعني هي ده كذا. هي بره يعني بس اتعلمت قياده ازاي؟ والله اتعلمتها يعني very practically بصراحه. يعني كل حد بيتعلم بطريقه معينه وربنا عارف ان هو بيتعلم practically فبتقع في المشاكل وبتتعلم منها يعني. يعني في اللي بيتعلم من كتاب، في اللي بيتعلم theoretical لازم. انا مش كده خالص. او خبره انا لازم بالخبره لازم يعني لازم تفيل مره واثنين وتفهم وتشوف فهي وطبعا تبقى يعني القياده في الاخر لازم تبقى يعني هي لو على اساس يعني مبادئ معينه هي يعني انت بتحترم الناس وبتراعي ربنا ويعني وبتتقي في كل حاجه بتعملها. فده لوحده بيخلي يعني بيخلي القياده اسهل يعني. مش هو توفيق والله مش حاجه يعني والله مش يعني مش شطاره مني خالص ولا اي حاجه. هي لو رجعنا شفنا كميه الفاكتورز that could go wrong بليون فاهم. هي ما بتظبطش غير بكده يعني. فالحمد لله. ايه اكبر ايفنت عملته؟ كم واحد؟ لا عملنا كذا ايفنت كبير يعني طبعا عشان نعمل ديفرنت ايفنتس بس سيتد اي ثينك عملنا اكبر حاجه كان 600 واحد. كان 600 واحد ينزلوا في نفس الطبق في نفس الوقت 4 كورس لوجيستيك يعني تاني.
مطبخ ضخم وتبني في الصحراء، وكان كلهم ناس جايين كان في من الهرم؟ بره. لا كان في هرم سقارة قدام، مش قدام يعني، في بيت في برايفت ريزيدنس يعني على الهرم. ات واز ويدنج كده مع حد رويالتي يعني، كان حاجه، بس كان يعني وكان ساعتها من سنتين وشويه كمان يعني. كان ساعتها كنا لسه مش يعني حتى يعني دلوقتي it's الحمد لله it's much easier يعني، او خلاص it's you can do it. بس ساعتها كنا نعمل دينرز 20 واحد 15 واحد، فجاه 600 واحد بنفس الكواليتي بنفس البتاع. يعني مش يعني فجاه معانا شويه نوتس، بس فجاه يعني it wasn't built up to it. ايوه. فطبعا بعدها anything كانت يعني الحمد لله برضو ما تاخد دي خلاص، ما انت ايه ازاي بتعامل الدينر اللي فيها 20 واحد different عن اللي بتعمل 600 واحد؟ القيم واحده، احترام المنتج واحد، احترام الناس واحد، الفاليوز واحده. هتمشي على الشخصين، نعمل الشخصين لحد ال 500 واحد. محتاجه طبعا اورجانيزيشن خطير، محتاجه تيم طبعا طبعا لو انت عندك هنا 5 اشخاص محتاج هنا 50، فطبعا صعبه. انت هنا عندك هو مانجينج 50 لا يعني مش سهل، مش واكتر يعني عن 50 ده لا، في يعني حاجات بتبقى فيه اكتر. فهي انت عشان تاخد ايفنت زي ده بعد ما كنت بتعمل حاجات اصغر شويه، لا كان محتاج قلب ميت. ما كانش هو الكونسبت ابتدى فعلا كصغير قوي، وهي يعني الحمد لله ابتدى كانتمت. ف it was positioned كده which is perfect بالنسبه لنا and it gave us the experience ان احنا بتاع يعني برضو gradually كبرنا شويه يعني. في الاول كنا بنليمتد قوي يعني، اكتر من 15 واحد I don't do يعني I was very strict يعني. في الاول اللي هو خلاص this is اللي هو السيتد، عشان ده اللي كان كنترولبل، ده السيتد. طبعا كانابيز وكده ممكن يبقى اوسع عشان السباس راوندز، بس عشان تفضل كنترولبل يعني. يعني كانت زمان يعني اكتر من كده. انت بتنزل 5 to 7 dishes صح؟ يعني if not more. اوكي if not more. فبيرفكتلي تايمينج them بقى في الكيتشن بتاع. وطبعا جيب us بقى كمان اكسبيرينس خطير، تتعامل في اي مطبخ يعني، فاهم، في بيوت الناس، او طبعا بعد كده ممكن بنبني مطابخ في لو فانيوز، فبس بتديك خبره فلكسبيليتي. 7 كورس ده بيحتاج مطعم فولي ايكويبد بتاع، فما طلعوا من المطبخ بيت. فطبعا we got smart يعني we got smart وعرفنا how to work around it، والايكويبمنت اللي ممكن نجيبه ونسبلمنت. انا كنت هقول لك غالبا one of the reasons ان ما كانش في fine dining في البرايفت هومز ان ما فيش equipment. اكيد انت بتدور على بوتاجاز بيت في الاخر. ايوه، ومحتاج تطلع حاجات في ليفل، فلا مش فازاي بتطلع ريفاينمنت دي؟ الحمد لله. لا هي يعني هي بتظبط والله. هي بتخش كده كل ايفنت متوكل، هي بتظبط. واصغر ايفنت عملت 2 people بنعمله we still do. I love them. انا the more which do you enjoy more؟ كبير ولا صغير؟ لا صغير. الكبير ليه انجويمنت وليه ادرينالين معين وليه كمان جميل، والتيم لا جميل، واز بزنس محتاج الكبير عشان اكون صريح. الصغير في الاخر جميل وكل حاجه، بس الكبير هو اللي بيكيب ذا لايتس اون في الشركه. طبعا. بس الصغير ليه معنى، كله ليه معنى، بس الصغير بيبقى انتمت قوي يعني. انا بالنسبه لي يعني لحد 6 أو 8 اشخاص ده بيفضل الموضوع it's a very different experience. بعد كده it's very similar وكل حاجه يعني same، بس بيفضل يعني في البارامتر ده ليه طعم تاني خالص. it's super personal ساعتها and you can interact مع every single person. لان هي مش بس دايلينج، هي it's an experience صح. it's theatrical. انت it's a story. كل انجريدينت الطبق ده جاي من حته وقصته حاجه، واللي جابه النهارده ايه، واللي عمله النهارده مين. دايما في قصه، وده اللي احنا مش بنقوله، ده اللي احنا بنقدمه يعني مش بحب احكي، هو فعلا فيها قصه يعني. هي اتس اكشلي اوثنتيك يعني. هي فعلا هو فعلا عشان نوصل للحته اللحمه دي فعلا حصل كذا وكذا وكذا، والسيرو ده رحنا اكتشفناه في سفريه في سيوه. ففعلا فلازم اقول القصه يعني. هو ولازم اللي قاعد عايش القصه، ودي and it's a big part of the experience صراحه. it's a big part of what we offer is the story. فمش بس الفليفر، مش بس فليفر، بس فليفر مهم قوي. هيفضل نمبر 1. say all the stories you want and do that. if it doesn't taste good it's meaningless صح. ففي الاخر هيفضل بس بيعلي الفليفر برضه القصه. طبعا بتدوقه قبل ما تدوقه. والله بتدوقه قبل ما تدوقه، وبتحبه قبل ما تلمسه. انا بقول وافضل اقول الطبق برضه يعني you're convinced او اتباع قبل ما تدخل المعلقه فيه. الستوري، الامبيانس عامل ازاي، انت اكلت نفس الطبق في لايتنج مختلف في نويزي، هتدوق حاجه هو هتدوق الستايلينج بتاع الطبق.
الستايلينج بتاع الطبق، الناس اللي حواليك، الريحه اللي انت شاممها، الجو، يعني كل ده بيأثر على على الاكسبيرينس اللي انت حاسه. فايتس نوت جاست فايتس سو ماني كومبوننتس. فكمان بقى ميكينج شور ان الكومبوننتس دي كلها يعني متظبطه ساعتها في بيت او في حاجه، لا يعني تشالنج. انا بقعد العب في انوار الناس عشان اظبط اعمل يعني تظبط. then you create music كمان that goes او يعني it's a full you have to do انا it for معاك sure. انا معاك 100% ان السيتنج بيخليك تيست طبعاً. الحاجه بطريقه مختلفه او بيدخلك تشوفها بطريقه في مختلفه. completely different mood. and it all ولازم كله match in harmony يعني. لازم تديزاين كله مع بعضه يعني. قصدي انت ممكن كله جميل بس ده رايح حته وده رايح حته وده رايح حته، فبالعكس you're not adding. فالحمد لله اكتسبنا خبرات كتيره في يعني going through الحاجات دي. يعني it's very fun يعني الحمد لله. يعني واحد ما حدش مشتغل يوم في حياته يعني بيعمل حاجه يعني دايما. مع انك بتقف 12 18 ساعه في يوم الايفنت. الحمد لله في يوم الايفنت طبعا يعني بيكسر لي روتين حياتي يعني. عندي يعني ليا روتين في اليوم. يوم الايفنت ده مش بيبوظ بس يعني بيغير السايكل يعني. طب ايه احلى ايفنت عملته؟ لا كان يعني لا هظلم ايفنتس كتير قوي لو قلت هظلم ايفنتس. الحمد لله عملنا ايفنتس، ربنا وفقنا في ايفنتس كتير قوي عملناها. والله سبحان الله يعني. كنت بتكلم مع حد يعني كان بيحاول يتاتش لو في اي مثلا مصايب حصلت في الايفنت او بتاع. قعدت والله الحمد لله اعصر مفيش الحمد لله يعني قلت له والله ربنا ستره واسع قوي يعني. فهي كله الحمد لله مفيش يعني. when you say that nothing comes to mind. not a single event. طبعا في حاجات سبيشال زي ايفنت الكحال اللي في طبعا في حاجات يعني memorable. بس I cannot pinpoint one event اللي هو ده. لا this is يعني في events طبعا كانت في بينكل كان فيها طبعا يعني. بس لا ما I cannot pinpoint حاجه. انت بتحب كمان تعرف قصه اللي بياكل، بتحب قوي تتكلم معاهم اكيد وتعرف هم بيعملوا ايه. هو ده اللي انا في الموضوع وجم هنا ليه. انا the amount of people الحمد لله او the amount of network الواحد بيتعرف عليهم من خلال الاكل. هو يعني هو ده احلى حاجه طبعا. ايوه. ويعني food is meant to connect. food is meant to it's a food في الاخر it's a connecting point يعني في الاخر. هو عرفني من اكل وانا عرفته يعني. فعشان كده فود فعلا كان بيان اكسبريشن بتاعك. انت بتحط قيمك كلها فيه، بتحط بتحط قلبك فيه، فهو بيدوق ده او يبدو ده. فطبعا ده ستارتس كونفرسيشن وبتعرف الناس يعني الحمد لله يعني. ممكن تقابلهم مره او مرتين بس كانك تعرفهم بقالهم سنين بس عشان حصل كونكشن اوفر فود. فالحمد لله من اكتر الحاجات اللي كسبتها يعني amount of people جمال الواحد عارفهم. انت كمان طبخت مع شيف جريجوار برجيه في كايرو فود ويك وحكيت لي ان انت يو كونكتد جامد جدا. دي قصه لوحدها دي ممكن احكي لنا عليها. الحمد لله. احكي لنا الاول على شيف برجيه عشان يبقى في باك جراوند. هو طبعا يعني I would say one of the top chefs في الميدل ايست في العالم. he's a French chef based in Dubai. بس طبعا he's proven himself في السنين اللي فاتت فعلا يعني a big star in the culinary world يعني. وانا في حاجه غريبه يعني قبل كايرو فود ويك مثلا 6-7 شهور كده حطيت في قلبي عايز اعمل حاجه ما اعرفش ايه. بس انت قصته عرفت قصته في حاجه كده في قلبي عايز اعمل حاجه ايه مش عارف. بس هو يعني ربنا حطه كده ايه. قلت خليها هتيجي. قلت لو ربنا رايد شغله وبتشوفه بيعمل ايه. طبعا لا يعني تسافر اكلت بس بعدها يعني او قبل اكشلي دينر. احكي لك القصه كلها. فلقيت بعدها مثلا بشهر او كام اسبوع لقيت هدى الشريف لما كان فود ويك بتكلمني كريم ايه رايك تعمل حاجه مع جريجوار. قلت بس هي كده جت. انا قلت هسيبها هي معيسه هتيجي جت لحد عندي. قلت له طبعا اتلفت بس هفكر فيه. لا طبعا انا يلا بينا. يحصل لك كده كتير بتفكر في حاجه نفسك تعملها وبتجيلك يعني الحمد لله يعني كرم الله واسع قوي يعني بيدي اللي انت بتتمناه واكتر واكتر واكتر. يعني مش بايدينا يعني مش يعني هي ادام يعني بقول ادام جت هنا يبقى هي جايه يعني. ادام اتحطت في وقتها ادام اتحطت يبقى يعني ادام اتحطت جت يعني الحمد لله يا رب يعني. هو ربنا كريم قوي. كلمتك وقالت لك تعمل مع شيف جريجوار. كلمتني وقالت لي فقلت طبعا يعني ماشي خلينا. وساعتها قاعده كول فانيو وبتاع وتواصلنا اوفر زوم مش عارف ايه.
بس لسه ما حصلش الكونكشن، بس انا عارف ان في حاجه، يعني عارف قلبك بيقول لك في حاجه. كمل هنا هتلاقي حاجه. لحد ما جالنا ايفنت قبل الايفنت بتاع كارفور باسبوعين في الامارات في ابو ظبي. كلاينت هناك يعني طلبنا فور ان اوبننج حاجه ريل استيت، نعمل ا بيج ايفنت يعني. فسافرنا انا والتيم، قلت بس احنا في الامارات، وقبلها مش عارف اسبوعين بس كنا في ابو ظبي، قلنا يلا نحجز. كلمت جريجوار قلت له I'd love to يعني ايه كمان داينا عنده في اوسيانو، وجت تو نو هو رحب وعزمنا. وسبحان الله كان اصلا ده كان حصل ساعتها عواصف بتاع، بس هي ظبطت اليوم اللي سافرنا فيه، يعني كانت هتلغي لحد اخر لحظه ان نروح دبي، بس هي ظبطت. فلما رحت له الريستورانت طبعا وي ستارت كونكشن، يعني حسيت ان لا يعني طبعا it was so impressive بصراحه. هو restaurants is an experience. لا experience on its own. and he لو بنتكلم على ستوري تيلينج he is such an incredible storyteller. وهو يعني انا عرفته من المنيو، انا قبل ما اقابله يعني I've had his experience، خلاص انا عرفته يعني وده شطار، يعني دي يعني من شطارته اللي هو عرف يعني يعرفك عليه من اكله. وده this is when the chef reaches فعلا a great point، ان هو he's actually expressing authentically عشان توصل. هي لو مش لو if it's made up story بتاع مش هتوصل، هي بتبان السنسورز شغاله على طول. فهو لا he's so authentic، يعني he's such a humble person بصراحه. فبالنسبه لي الاكسبيرينس ده عرفني بيه. خلينا له مطبخ بعدها، قعدنا ساعه كده ونص نتكلم وعزمنا يعني فلا يعني حصل هنا اول كونكشن. بعديها بقى ايه، جه بقى الايام بيلدينج اب الايفنت، وانا بحاول انا ما نعرفش نعمل حاجه غير لو ليها معنى، غير لو ليها يعني لازم تميك سنس somehow، لازم ستوري، لازم تبقى يعني ما بنعرفش نقعد يعني نعمل يعني سبيشالي يعني طبعا يعني انت عارفه نوره طبعا هي يعني المخ الخطير في الحاجات دي. ما نعرفش نقعد نرسم حاجه او نرسم اكسبيرينس او نكتب حاجه احنا وي نوت انسباير، او مش عارفين ان في اكشوال ستوري مش لاقي الاها، مستني الاها يا رب فين الاها. فهي الاها ساعات بتيجي فجاه وساعات بتيجي جرادجوال، فهي كانت عماله تيجي جرادجوال، عماله تيجي جرادجوال. يعني اكتشفنا ساعتها لما طبعا قابلته في a lot of common values ما بيني وما بينه. كنت حاسس ببريشر ان لازم تيجي عشان الراجل ده جاي وهطبخ معاه ولازم تيجي؟ لا خالص الحمد لله. لا يعني في بريشر طبيعي، بس مش هي انا دايما بؤمن هو خلاص يعني ادام اتحطيت في الموقف، فهي يعني ادام وصلنا لكده فهي يعني نو ستريس خلاص، يعني اتحطينا فيها. دي ماتيوريتي رهيبه يا كريم. لا والله ما والله لا توفيق من ربنا الحمد لله. فهي ادام اتحطينا فيها خلاص، هي it will happen. يجي ايفنتس فجاه بتيجي شورت نوتس ومش عارف ايه، خلاص مش جت وبتاع وخلاص اتحطينا في الموقف خلاص، يعني عزمنا توكلنا خلاص بتظبط كل حاجه بتظبط. فانا مش قلقان، مش قلقان خالص، بالعكس اكيد في بريشر طبيعي اللي هو الوقت بيجري، بس في الاخر لما انت بتصحى الصبح بتعمل اللي عليك فهي بتظبط. وهي مش بايدينا، هرجع اقول مش بايدينا، كل اللي انا بقوله ده والله ما بايدي يعني مهما عملت ومهما رجعت وقلت. فابتدت تيجي يعني فهمنا ان في فاليوز بتاع. وبعد كده حكى لي قصته. This is بقى when a lot of the ahas كانت بصراحه. ومش عارف لو يعني لان برضه it's personal بالنسبه له، I don't know what to share or not، بس قصته كانت very inspiring بالنسبه لي. كنت relate ليها جدا 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 جدا. هو ازاي يعني من يعني لان في الاخر بيرسون هو يعني احنا شاف صندوق من قلبي، في الاخر انت كبيرسون هو ده اللي بيبان في شغلك. فهو ازاي يعني في السنين اللي فاتوا حصل له شيفت في حياته كبير that I could relate to. هو this is where we connected. ان هو من الداون خالص، يعني ربنا فتح عليه بطرق كده غريبه وشرح صدره كومبليتلي. فوي كونكتد هنا في so many values و so many حاجات that we shared. this is where بقى the connection happened. بعدين جه مصر قبل الدينر بيومين 3 كان سبحان الله هو انبهر يعني، وانا انبهر، حتى انبهرت كميه الحاجات. he was using your team صح؟ يس هو كان معايا برضو شويه من التيم بتاعه، واحنا وي هوستد عندنا. بس هي كميه احنا يعني هو يعني اول حاجه قالها بعد قال لي
انا بنيت اوسيانو في 10 سنين، انت عملتوها في اسبوع. we went to so many details. يعني التيم كله بصراحه يعني مش عايز اذكر اسامي عشان ما انساش حد، بس التيم كله من اول الكيتشن لحد كريتيف كله went into so many details. اكننا بنعمل مطعم عشان for one night. يعني we created lemons مخصوص، we created vase مش عارف ايه، ودينا ارتست راح كذا، عمل ستوري، كل حاجه فعلا فيها، وغيرنا اللايتنج بتاع المكان كله. يعني we went to length وصرفنا كميه فلوس. فاحكي لنا على الاكسبيرينس مع شيف برجير في فور سيزونز. كانت كايرو فود ويك جميل. فهي came a few days before. وكانت كميه الديتيلز اللي احنا بنعملها طبعا كانت غريبه كلها طبعا، زي سبحان الله بتظبط في اللاست مينت على طول. يعني هي مستحيل مهما عملت هي لازم تتظبط في اخر لا في اخر لحظه. يعني اللانش ده ابتدى الساعه 5 والله العظيم لو كان 4 ونص ما كانت عمل كان فضيحه بالملي. يعني كان فيها الحمد لله، كان فيها يعني الحمد لله كلنا حسينا فيها، كان فيها بركه، كان فيها يعني هي دي اللي جمعتنا قوي والله. كان فيها صفاء نيه. هي ما كناش بنعملها يعني ولا حد بيشوف اي حاجه ولا اي حاجه. احنا بنعمل حاجه بنحبها بنحط فيها، كنا عايزين فعلا نوصل رساله. it was very personal لينا. احنا اول مره نعمل منيو، يعني كل الناس ما بيعملوا فور هاندز منيو، شيف بيعمل كورس وشيف تاني بيعمل كورس بس ماشيه كده. احنا قلنا لا مش احنا، يعني احنا بيكونكتد ماتش ديبر ذان ذات. فهي لا، هو المنيو اتعمل والله لحد ليله الايفنت قبلها المنيو بيتغير من كتر، ويعمل يجي لنا حاجات ونجات انسبايرد. وكان عندنا يعني حد في مطروح راح مخصوص بيجيب لنا لم مش عارف ايه، كانت حاجات كلها بالسيمفونيه بره ايدينا، كلها عماله تتظبط من كل حته عشان في الاخر يحصل اللي حصل. فكانت يعني كان فيها كميه توكل غريبه قوي، لان هي كان كلها يعني ده اماونت دي بقى اماونت اوف ثينكس كان جو رونج. يعني عد بقى لا في كونفيدنس برضه في الخبره وفي الناس، في كونفيدنس في الناس، بس في يعني في الاخر الناس اسباب في الاخر، واحنا في الاخر كل anything could go wrong it could have been. بس في كونفيدنس في يعني في رب الناس ان كل حاجه هتتعمل مظبوط. فكنا داخلين فعلا بالنيه دي جدا. يعني انا وهو كنا وده سمع للتيم. كنا داخلين ستريسفول، بقالنا طبعا شغالين كام يوم وحاجات عماله تظبط لاست مينت. الاطباق نفسها مش الاكل، الاطباق نفسها يعني الليله اللي قبليها جايه من الفرن من المصنع، يعني للدرجه دي كانت الحاجه وسبحان الله اطباق جديده قبلها بشهر جايه لنا الحاجه تانية فجاه جت unplanned. بس هو في بلان عمال يتعمل لك وانت مش ملاحظ. هو بلانز عماله تعمل لك عشان تعمل الحاجه الحلوه. بس كانت ايه الرساله؟ لا كانت رساله يعني انا بيرسونلي كان ليها رسالات كتيره، كان ليها رسالات كبيره قوي. اليوم ده كنت حتى الكام يوم اللي كنت معاه يعني كان طبعا كان الايام اللي قبل الموضوع كان getting to know him more and what happened to him that reached him هنا. كانت الرساله اللي عماله تجيلي يعني قد ايه يعني رحمه ربنا واسعه جدا للناس كلها. يعني هو حد فرنساوي بس يعني فانها توصل له بالطريقه دي وتوصل لنا ونكونكت. كانت في وقت في حياتي برضو ترانسفورماتيف جدا. my heart was changing يعني جدا. فهو جه يعني اكد لي حاجات كتيره. هو مش وبالنسبه له كان برضو نفس الحاجه. هو بالنسبه له هو برضو مش جامع ايه اللي جابه هنا، بس فجاه هو برضو ما شاء الله بيعمل مع every 2 or 3 ميشن ستار شيف كل اسبوعين دينر بتاعه. قال لك دي اقوى حاجه عملتها في حياتي. يعني احنا ما تخيلناش كده. لا it was that اثرت فيه جدا واثرت فينا جدا. وانت كانت رسالتك ايه؟ الرساله انت والتيم بتاعك. لا ان طبعا كل حاجه يعني مفيش حاجه مستحيله. ان we can do it بتوفيق ربنا we can do it. احنا عملنا حاجه وكان في الجورنالست والشيفs اللي من دبي قال لك لا this is one of their best dining experience. يعني ان we have كل capabilities. every single ingredient في البتاع ده كان من مصر. every single dish كان ليه ستوري وكان ليه ايدين كتيره. every single element الفازه دي كانت مرسومه. كل حاجه في الاكسبيرينس ده كان ليها معنى وكان ليها طلعنا منها والله ما ناقصنا حاجه. كبلد كناس كبتاع مش ناقصنا حاجه ان احنا نوصل ذات ليفل ونعديه. والله احنا عندنا كلتشر اصلا اقوى وعندنا قيم اعلى وعندنا انجريدينتس والله احلى للي يدور واللي يشوف. بس يعني حط المجهود وصفي النيه وهي بتعمل لوحدها. هي فده كان درس كبير قوي بالنسبه لنا. والحمد لله وصل للناس. يعني وصل يعني الناس بتاكل بس كان بيجي لها الاحاسيس. يعني
لان فعلا كانت طالعه من القلب، من بالظبط. التيم كله. انا متهيألي واللي إن بيطلع من الشيف القلب الكبار بيوصل اللي القلب. شافوا زياده في الدايننج اكسبيرينس الدفء طبعا اللي انتوا ده مش موجود قدمتوه. بره. وده مش موجود بره اتس فيري كولد، والله اتس فيري مم. كولد. لان بره مع كامل احترامي طبعا يعني بس في الاخر they're quite ماديين at the end of the day. هو بيخدمك عشان هي مصلحته، هو بيخدمك عشان هو بيعملها بيرفكتلي عشان هو متدرب، بس هو ممكن من جوه مش ممكن، بس في طبعا في بس احنا عندنا هنا warmth وعندنا حاجات بجد في ترانزليتد مظبوط. لا ليفل تاني خالص، ليفل تاني خالص. ولا تقول لي تنين مش والله ليفل تاني خالص. يعني فعلا تخلي الفود ليه مينينج. يعني هي طبعا الواحد بيحاول يلاقي رسالته في الحياه يعني، وهي وسبحان الله قد تكون من اي حاجه، قد تكون الطبق اللي انت بتعمله ده يعني could be so meaningful ليك وللناس، ويعمل امباكت في الحياه اكبر مما تتخيل. يعني لو الانتنشن مظبوط والله كلها يا رب يعني، يا رب يعني مش بقول كده ان احنا بنزكي نفسنا، بس يا رب يعني يكون فعلا صادقين في اللي بنعمله، ويعني يبقى دايما ليها higher purpose ودايما ليها higher value. يعني ما تكونش. انت ايه الامباكت اللي انت عايز تعمله؟ والله سؤال حلو، سؤال حلو. بس بما ان انا مش محضر اي حاجه زي ما هيطلع. هو جه من كلامك. لا حلو الكلام كله، عشان احنا بتقول النهارده كله طالع من القلب. لا يعني احب طبعا ان يبقى يعني اول حاجه ان ربنا يجعلنا سبب في تغيير حياه ناس للافضل. ان احنا يعني اكيد كمان كشركه بتكبر بيوفر فرص عمل للناس، ويوفر بلاتفورم كمان الناس مش بس بتشتغل، بس بتلاقي حاجه بتحبها وبتعملها وبتكبر فيها، وحاسه ان هي بتعمل فرق كمان. ده ليه معنى كبير قوي. وان الاكل قد توصل منه رسالات كبيره قوي، يعني قد توصل منه حقائق في الحياه. يعني قد اكله واحده تغير حياتك يعني. فهو اتس كارير في الاخر، اتس كارير. يعني الاكل في الاخر يعني ليه روح، وبياخد من روحك وانت بتطبخ. يعني والله يعني حط اتنين جنب بعض بيعملوا نفس الريسبي بنفس كل حاجه، والله هتطلع مختلفه. لان هي عشان كده احنا بنقول بنفس، بنقول الاكل بنفس. هو فعلا والله اتس ترو، اتس روح، اتس الحب. طالع منين؟ طالع كده ولا طالع؟ اللي طالع بيوصل. وكان ده الهدف من اول ما ابتديت؟ لا مش هكدب اقول خالص. لا، من نعمه ربنا الواحد يعني طبعا يعني فتح عينه لحاجات مختلفه. لا يعني اكيد في elements من ده، الواحد يعمل امباكت والناس تعلم وناخد الكولينري سين في مصر لحته ثانيه. اكيد ده كان واحد من الاهداف، بس ما كانتش بالديب ليفل ان هو او لسه برضه يعني. اكيد ممكن يعني هيبقى كريم مع كريم زي ما كريم يعني. فكريم قلبه اتغير قوي في الفتره اللي فاتت، فعشان كده الحمد لله فبناخدها انتوا او بتروح انتوا دايركشن كمان تعمل امباكت اكتر. مفيش يعني قصدي مفيش اهداف، يعني ما عنديش اهداف دنيويه من الموضوع ده يعني. مش من عندي خالص والله العظيم يعني. مش يعني الواحد يعني بيعمل الموضوع فور هاير بيربس يا رب. ايه اللي حصل خلاك تفكر في الهاي بيربس versus في الاول كان الهدف؟ لا الواحد كان عينيه معميه يعني. الواحد كان مركز في الدنيا قوي، او فاكرها بايده، او تو او يعني كانت الدنيا هي اللي فاكر ان هي كان يعني ناسي ان في حاجه اكبر من كده، وان هي مش بايدك يعني خالص، ولا عمرها هتكون بايد اي حد. فطبعا ده فضل ومن من الله يعني، انه يفتح بصيرته للدين وللحاجه يعني. يبقى الواحد ليه في معنى اكبر الحياه، وانه بيشتغل الحياه لحاجه ليها معنى. كلها رايحه، كلها يعني قصدي كلها في الاخر يعني. ولو فكرت فيها والله مش هتلاقي يعني. هتلاقي انت بتقعد تبلان وفي الاخر بيحصل مش بايدك. فاستسلم الامور وسلم امرك، وهترتاح وهتعيش احلى عيشه والله. يعني الواحد حصل حاجه معينه انك توصل لا مفيش يعني كانت بوينت حاجه معينه، ولكن هو زي ما بقول من اول السنه حصل الحمد لله يا رب يعني تغيير كبير في الشخص. كل حتى فيزيكلي كل حاجه يعني. كل حاجه هي كريم غير يلا انت. I cannot pinpoint لاي حاجه معينه يعني الحمد لله.
بس هي زي ما تقول الواحد يعني هي بتشوف رحمه الله واسعه قد ايه وكرمه. يعني انت طبعا شوف الرزق اللي احنا فيه، ما يعني الواحد كان واخده فور جرانتد او ما كانش. فما تبتدي تشوف فعلا وتفهم ايه اللي بيحصل، لا بتغير your thinking، بتغير كل حاجه وبتبقى سعيد دايما سعيد. يقول اسم بتتعصب خالص ليه؟ هي كل حاجه ليها حكمه قوي، كل حاجه ماشيه يعني بتفصيل. قعدتنا دي مش يعني مكتوبه مترتبه، فهي كل حاجه. انا ككريم مثلا people think انا ببلان كل حاجه ولا اي حاجه. انا والله ما ببلان يومي، بصحى متوكل زي ما ان يعني ما فيش حد في العالم عمل بلان وفي الاخر هي استسلم للبلان الاكبر، هترتاح قوي، هتريح بالك. لان انت لو انت عامل بلان ودازنت جو as planned بتضايق او بتحس ان ليه طب. بس اما تسلم امرك بتلاقي بترتاح قوي. فده بينطبق على الاكل وبينطبق على كل حاجه، بينطبق على معاملتك مع الناس، بينطبق على كل حاجه. بينطبق يعني في الاخر هي قيم واحده هتطبقها في كل حاجه، هترتاح وتعيش مبسوط. فكرني عندك كام سنه؟ 65. 25 سنه الحمد لله، صح؟ اللهم لك الحمد. 25 فعلا 25 سنه. بس انت حققت حاجات كتير قوي في 25 سنه دول، ما شاء الله. الله اكبر. لا الحمد لله يا رب. عايز تعمل ايه تاني بقى باك كريم وغير لا كده؟ زي ما بقول يعني fulfilling البيربس اللي اتكلمنا فيه اكتر. يعني as it grows and as it takes different shapes and as it evolves and as it يعني grows with more people نكمل الفاليوز دي، نسترس it even more. نعمل الحاجه باكسلنس اكتر وباحسان اكتر يعني تفضل الفاليوز واحده. ربنا يثبتنا يا رب. يعني انا مش ان تفضل الهدف ده، فتاخد بقى زي ما تاخد الشيبس يعني. هتفضل الواحد بيحط اكيد فيجن وبيحط بتاع، بس في الاخر لو رجعت من كام سنه وقلت هتبقى ايه عمرها يعني I let it as it go. بس في الاخر عاوزينها تبقى يعني الناس تفتكرها بالخير، يعني انها تبقى فعلا عملت امباكت في حياه الناس. culinary scene في مصر اكيد والحمد لله. I think يعني we've changed a little bit يعني في السنين اللي فاتوا. الحمد لله we've opened doors لناس they got inspired ان يخشوا العالم ده. لان هي كانت مخيفه زمان، كانت ريزيرفد قوي لشيفs من زمان وهوتيلز كانت مخيفه، بالذات في سننا، وبالذات لو شباب وحتى الاهالي كانوا يخافوا يعني بالنسبه لهم يسفرك. لا عشان كده بقول الحمد لله يعني I'm so grateful ان اهلي كانوا سبورتيف. انت عندك كام اخ واخت؟ احنا 3 ولاد واخت صغنونه عندها 6 سنين. وانت الوحيد اللي بتطبخ؟ انا الوحيد اللي بطبخ يعني في العيله وكلها في التري كله يعني. مش الموضوع مش في فعلا مش في يعني مش في الدي ان اي يعني. مش في الدي ان اي خالص. وازاي خليتهم كلهم يزقوك كده ويقفوا جنبك في حاجه مش تراديشنال خالص؟ الحمد لله. هم شافوا ان في باشن كتير، وعشان كنت بشتغل من وانا صغير حتى ايام المدرسه وبنزل شوتس بنزل وبجرب يعني I was hustling يعني. فشافوا ان لا ده عالم يعني. الحمد لله حتى من ساعتها الواحد كان حتى ديبندنت على نفسه وبيشتغل، فلاحظوا لا ده كود بيها كارير وكود بيها حاجه. وايه احسن من ان انت تعمل حاجه بتحبها يعني؟ ايه احسن من ده يعني؟ في نعمه ايه اكبر من كده؟ في ناس ممكن تلاقيها على سن كبير، ناس ممكن ما تلاقيهاش تعيش وتموت ما تعرفش تحب ايه، فانك تلاقيها على سن صغير زي ما بقول كانت دي حكمه رهيبه من اهلك برضه. طبعا لا حكمه رهيبه من اهلي وتوفيق كبير من ربنا انه يسبب الاسباب دي كلها يعني في يعني. هو مين اللي حط حب الطبخ ده في قلبي؟ مش انا، ما اعرفش والله فعلا ما اعرفش يعني. يا رب نعرف نستخدمها لهدف اسمى يا رب يعني. ده طب هسألك سؤال اخير. عايز اعرف انت ازاي بتنمي موهبتك في الطبخ؟ ازاي بتنمي تكنيكس؟ ازاي انا هكون صريح جدا. هكون صريح قوي. انا بعاني ان انا في الكام سنه اللي فاتوا growing the business جدا. finding actually enough time to cook. It's actually يعني it's a very tough balance that I'm trying to يعني ان شاء الله هعرف الاقيها. ان to manage because you know managing a business is حاجه،
بس اتس سو امبورتنت. لو اصل الطبخ في الاخر مهما كان هو اهم حاجه بس it's one out of 100 things عشان الموضوع عشان البروجكت يشتغل صح عشان الفاكيوم تشتغل صح. ف you have to do the 99 other things as well. بس الحمد لله طبعا with time دلوقتي have a stronger team ومانجمنت كل حاجه ان الدنيا تمشي and I had to learn كل ده with all the obstacles. ما ده اللي كنت هقول لك لا challenges leadership لا وصلنا لا طبعا leadership challenges يعني كتير بس هي سبحان الله هي ما تعلمهاش غير او انا كده يعني ما تعلمهاش غير اما تحط في الموقف تتعلمها وتعلمها بجد يعني تلسع من الشرب خلاص عرفت ان هي يعني لو اتعلمتها ثيوريتيكلي ممكن دماغك لا يعني لو تتعلمها براكتيكلي فلازم تتاتش كومبليتلي من الشغل تروح تتعلم وترجع عشان تزود التكنيك ولا لا ممكن ولا اون ذا يعني جوب يعني طبعا اون ذا جوب الحمد لله عشان احنا دايناميك قوي فبتفضل دايما you're doing حاجات جديده طبعا trying to stay up to date as much as possible والحمد لله يعني واحد بيغير المايند سيت انه مش بس يعني دايما هنا للاسف عندنا مايند سيت ان دايما لا زال في مايند سيت عقده الخواجه. يلا نشوف هو بيعملوا ايه في فرنسا دلوقتي. على فكره ده هو ما بيعملش حاجه، هو ما بيبصش على حاجه عشان يعملها. انت لو فكرت انت عندك كل المقومات وكل الاسباب ان انت تعمل ان انت تبقى انت باينير وانت تليد صح. بس احنا دايما للاسف هنا مستنيين طب ده بص عملوا تكنيك جديده مثلا. لا يعني الحمد لله we're changing the mindset ان لا we can create this new technique او there's so much we can get inspired from او الحمد لله لما نسافر في حته مختلفه. ما رحنا سيوه ورحنا قبلها وبعدها. انا فاكره في سيوه كنا في الصحراء وكان في هرب طالعه ومحدش عارف دي ايه. في انسبيريشن اكتر من كده. قلت دي ملوخيه صحراوي في ثانيه. في انسبيريشن اكتر من كده. وشوف الستوري اللي ممكن يعني على فكره يعني الناس بتقول نفسي اطبخ بره وفي اوروبا. هناك كله خلاص اتعمل وكله اتشاف وكل حاجه سهله. هنا اتس untouched land وده حلاوتها. كميه بقى الستوريز اللي بتبنيها والناس اللي بتعرفها والحاجات اللي بتلاقيها والانجريدينتس حاجه ليفل تاني يعني حاجات الناس ما شافهاش والله بتيجي لحد عندنا والله حاجات يعني يتعرف على ده يوديك ده تلاقي الحمد لله برضو من كتير مثلا من ايذر بيزرعوا الانجريدينتس دي او بيروحوا يفورجت في الوايلد وبتاع يعني اما برضو ما يكونكتوا لحد عارف ان هو هي ريسبكتد وحطها بتاع فهي بتظبط. ففي الاخر بيجي لك رزق بيجي لك حد عندك انجريدينت امباكبل. لا الناس بتتخض لحد دلوقتي. اي دونت تيل ذم لو حد مش عارف بتاع خلص برايفت فاكر ان انا جايب الانجريدينتس كلها بالطياره من بره ومش عارف ايه. اقول له والله كلها من ارضنا او 90% او يعني وي تراي از ماتش از بوسيبل. يعني ابتدينا فعلا لا كان في حاجات كتيره مستورده عشان was a safe bet right. بس كان عندنا دايما جول كل فتره لا زود. فالحمد لله وصلنا to يعني I would say a good 90%. ممكن لسه في شويه حاجات بقى زبده with time I know هنوصل ل 100% ان شاء الله. that's the goal ان كلها لوكال and يعني الحاجات اللي حواليك هي معموله ليك. يعني هي الحاجات المزروعه اللي في ارضك دي هي حلوه. هي جود للجسم. انت بتحسن المحصول كمان لما يبقى عندك بتحسن المحصول بنش مارك معين وبتفيد اللي بيزرعها وبتفيد السايكل كله يعني ايه ميك سنس بتاعك. بس لما بتبقى تجيب طياره من بره عشان عايز تجيب بتاع انت يعني فاينانشالي دازنت ميك سنس. كاربون فوت برنت مرعب عشان تجيب الحاجات دي. مش سستينبل خالص. there's no story ان انا اتكلم. ممكن انت ممكن تستورد اي حاجه تستورد حاجه بالتليفون ولا مستورد يعني في بي يعني وفي that high end of the you can يعني you can afford expensive ingredients. ممكن تستورد اللي انت عاوزه. بس فين القصه هنا؟ فين الحلاوه؟ فين it doesn't it's not meaningful. لو احنا الانجريدينت ما بيكلمنيش من بره بس بيبقى عارف مين اللي زرعه. وده حتى مش يعني اللي بيزرعوا واللي بيصطادوا والله هم دول بيسميهم بارتنرز. هم فعلا بارتنرز يعني هم من غيرهم هنعمل ايه؟ انا ما جاليش السمكه الحلوه من السواد اللي كلمني 4 الفجر وبعت لي صوره مع ده هعمل ايه؟ الحاجه اللي راحت الماركت دي عقبال ما راحت الماركت هي راحت الماركت عشان ما اتباعتش قبلها عشان اتس نوت جود انف اصلا. يعني لازم بتخش فهو ده بلاي جراوند يعني في الاخر هو الطبيعه فيها كل حاجه. بس انت اعملها باحترام هتجيلك. اعملها باحترام لا ما تهدرهاش يعني. اما when you cook حاجه properly you don't overcook it انت كده بتحترمها. when you don't waste it when you present it بطريقه when you give it its بتاع والله وقد تكون هرب واحده يعني يبقى فيها باور اقوى من اغلى حته لحم. هل بتحاول تستعمل كل حاجه في مثلا في السمكه؟ اكيد ولا في هدر جامد؟ لا يعني ولو كان في بنحاول دايما نستخدم
every single part. يعني حتى لو السمكه في الاخر العظم فيه طعم والبتاع ويعني كله ادام يعني ما فيهوش امل يعني لا we try to use as much as possible لان it makes sense or it has flavor او it can be or you can add another element للطبق او you can add another story او بستخدم حاجه في العادي بتبقى wasted. فبالعكس it's very meaningful لما بتعمل كده، وده من احترام المنتج واحترام اللي زرعه واحترام اللي وصله واحترام اللي اصطاده واحترام النعمه. صح؟ احنا يعني في الاخر هي نعمه، يعني لو ما احترمتهاش مش هتجيلك. هو الحاجه اللي بتطلع من البحر دي هي متربيه، هي طالعه من البحر على اسمك. فهي مش بايدك برضو، ممكن تتقفل في اي لحظه. فتحترمها احسن لك تحترمها. on that note مضطريه نخلص الحلقه بتاعت النهارده، بس هنتقابل تاني لان الكلام ما بيخلصش معاك ولا معاكي. الف شكر يا كريم. ثانك يو. ميرسي ليكي.